مساء الخير، مساء الخير متابعينا الكرام، خوتي الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد مباشرة او دائما في اطار كشف كل الاخبار الزائفة التي يحاول نظام المخزن ان يروج لها. قلنا لكم نحن بالمرصاد لكم ليل نهار. اذا الرسالة او رسالة دونالد ترامب الى امسيس: هل كذبت وكالة الانباء المغربية بشأن الصحراء الغربية؟ متابعينا الكرام، خوتي العزاز، راني جبت لكم الخبر مباشرة من الموقع الرسمي. يعني جبنا لكم موقع رسمي وموقع عربي، يعني لتتبع الأخبار الزائفة، كما مصبار، كما موقع مصبار. متابعينا الكرام، انتم على بالكم موقع مصبار حتى هو موقع لتتبع الأخبار الزائفة، ورانا نتبعوا فيه ورانا نستناو فيه وقتاش يكشف نظام المخزن. متابعينا الكرام، ولو انه يشتغلوا فيه بزاف المخازنيه، يعني حتى هما ما يحبوش يكشفوا رواحهم، لكن قلت لكم مرارا وتكرارا باذن الله خوتي راح نقعدوا هنايا من اجل كشف النظام المخزني ونظام الزريبه. متابعينا الكرام، فقط كونوا معنا متابعينا الكرام لحظه بلحظه من اجل كشف كل الاخبار الكاذبه متابعينا الكرام، التي يحاول نظام المخزن أن يروج لها، ويحاول نظام المخزن طبعا أن يثير إعجاب العياشة تاعو. المهم، السؤال الذي طرح: هل رسالة دونالد ترامب إلى أمسيس هل كذبت وكالة الأنباء؟ ندخل إلى الموضوع مباشرة متابعينا الكرام، باش ما تقولوش باللي هنا رانا نتمسخروا. أنا راني داير الكابتور ديكرو باش تشوف ديريكت، ما تقولش باللي رانا نجيبوا عجا من راسنا. ولا بارطاجيو خوتنا، برك ديروا لنا لايكات، دعمونا بقوة خوتي، دعمونا بقوة، بارطاجي هذا الفيديو ما تخليش عندك. في تقنية التواصل الاجتماعي تستخدم وسائل الإعلام الكذبة بالإغفال لاستبعاد منافسها أو من لا يتبنون عقائدها، لكن في حالة وكالة الأنباء المغربية تم اللجوء إلى إضافة في رسالة يزعم أن رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب وجهها إلى أمسيس بمناسبة الذكرى 26 لتوليه السلطة بعد وفاة والده الحسن الثاني. رسالة لا أثر لها على موقع البيت الأبيض وعلى الموقع الشخصي لدونالد ترامب، ولا على وزارة الخارجية الأمريكية، ولا حتى على صفحة سفارة الأمريكية في الرباط. وفي هذا السجل نجد رسالة موقعة بتاريخ 2 أوت من قبل جون ميرل مكتب الاتصالات في البيت الأبيض، تفيد بعدم وجود أي اتصال رسمي أو غير رسمي بين دونالد ترامب ومحمد السادس. نعم، من جهة أخرى نجد رسالة تهنئة وجهها رئيس الدبلوماسية الأمريكية مارك روبيو إلى أمير المؤمنين، أعرب فيها عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون مع الرباط دون التطرق إلى مسألة الصحراء الغربية. الأمر نفسه ينطبق على كبير مستشار ترامب البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، الذي بعث رسالة تهنئة، طبعا الرسالة الشهيرة والخطاب الذي ألقاه أمسيس في 29 جويلية، وهي الرسالة التي نشرها على حسابه إكس، ولا تتضمن أي إشارة إلى قضية الصحراء الغربية، مع العلم أن مسعد بولس غاب عن الرباط خلال رحلته الأخيرة إلى منطقة المغرب العربية التي قادته إلى طرابلس تونس والجزائر، وكذلك إلى باريس. الحامل الأول لنظام المخزن والمروج لحقيقة خطة الحكم الذاتي الذي أطلقها المحتل المغربي منذ 2007 في انتهاك لاتفاقية وقف إطلاق النار وخطة تقرير المصير من خلال استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي اعتمدته الأمم المتحدة وقبله المغرب سنة 1991. كان مسعد بولس قد تعرض لانتقادات حادة من قبل أدوات الدعاية التابعة لنظام المخزن بسبب تجاهله للزريبة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة. علاوة على ذلك، من الضروري التأكد على أن التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن الزريبة تفادت تماما ذكر سيادة الزريبة على الصحراء الغربية وفق الموقف، ليس صدفة أو سهوا، بل هو إشارة استراتيجية. خبر كاذب من فبركة وكالة الأنباء المغربية. وأحمد الشتيمي مراسل رويترز من الرباط، والذي تم تدريبه في الإمارات العربية، تكون الكذبة المضافة من فبركة مخابرات الوكالة الأنباء المغربية، المزود والمروج الرئيسي لدعاية المخزن التي دعمتها هذه المرة أحمد الشتيمي مراسل رويترز في الرباط،
والذي تدرب على يد الإمارات العربية مثله مثل الوسيلة الإعلامية الكاذبة هيسبريس الممولة من أبو ظبي وإسرائيل، وأحمد الشرعي مالك شركة جلوبال ميديا القابضة. هل تلاعبت وكالة الأنباء المغربية طبعا متابعينا الكرام بالجميع، وهل تلاعب بالمخزن؟ نعم متابعينا الكرام، يعني الفو نكمل نزيد نقرأ لكم هذا الخبر. نعم، رسالة دونالد ترامب لم تكن يوما ولم توجه إلى نظام الزريبة بالأدلة. اللي عنده حاجة واحدة أخرى يتفضل يقولها، ومرحبا بكم وبارطاجي، والسلام عليكم.